اهلا بيكم في نشرة اخبار اسمعني شكرا. قدمنا لكم قبل كده اخبار لشهر ابريل ولشهر مايو، ودلوقتي خليكم معانا علشان نشرة اخبار اسمعني شكرا لشهر يونيو. اسمعني شكرا. كتير بنبتدي مع ربنا المشوار، لكن في النص بتقابلنا شوية صعوبات، بنضعف وبنقع. بجد احنا محتاجين نثبت في المسيح اكتر من كده. علشان كده ميعادنا يوم 1 يونيو مع سلسلة ثبتني فيك والله اب يغفر اثامك. اسمعني شكرا. رجعنا لكم تاني بس مع ضيف غريب شوية. احنا عاوزين نسأله شوية حاجات وهو هيقول لنا حاجات كتير، فممكن الاعداد يخليه يتفضل. اتفضل يا استاذ، اتفضل. اهلا بحضرتك يا فندم، انت منورنا النهارده. اهلا بيك. اهلا بحضرتك، ممكن نتعرف عليك؟ شايف. طب انت مين؟ عرفنا بيك اكتر، بتحب تعمل ايه؟ ايه هواياتك؟ معرفش اي حاجه، كنت عارف كنت قلت لك. الحقيقه هو فعلا ضيفنا غريب شويه، فعشان كده احنا عندنا اجتماع مهم جدا يوم 8 يونيو بعنوان اعرف شخصيتك، فمن فضلكم تعالوا الاجتماع ده ضروري علشان ما نوصلش لحاله ضيفنا. اسمعني شكرا. الملاك ميخائيل رئيس جند الرب، وجناحاته مفروده ومحوطه على اولاد المسيح. علشان كده هنتمتع مع بعض كلنا بنهضه الملاك. هتبتدي يوم 14/6 الموافق يوم الخميس، والعيد هيكون 19/6 يوم الثلاث. علشان كده يوم 15/6 مش هيكون في اجتماع للشباب. وخليكم معانا دلوقتي والنشره الجويه. أهلا بيكم في نشرتنا الجوية. متوقع ارتفاع شديد في درجة الحرارة يوم 22/6. هيكون يوم حر جدا، وذلك لوجود الاجتماع الخاص بعنوان مشاعر ملخبطة. وعلى عكس التوقعات، رياح شديدة، أمطار غزيرة، تعلي موج البحر وتخبط في السفينة يوم 29/6 في اجتماع درس الكتاب الخاص جدا بعنوان مرني أن آتي إليك. وبكده خلصت نشرتنا الجوية. اسمعني شكرا. جو حر جدا، جو ساقع جدا، مش مهم. المهم انا هاجي اجتماع الحر، قصدي اجتماع مشاعر ملخبطه، وكمان هاجي اجتماع الموج العالي، قصدي اجتماع درس الكتاب. اسمعني شكرا. وصلنا خلاص لنهايه نشرتنا، لكن نهايه نشرتنا بتكون بدايه لفيديو جديد، والفيديو اللي جاي ده هيكون بدايه لسلسله فيديوهات بعنوان رساله الله لك اليوم. خليكم معانا وتابعونا، ونقابلكم المره الجايه في نشره اسمعني شكرا. رسالة الله لك اليوم بأنه يريد أن تقيم علاقة شخصية خاصة جدا معه. يريدك أن ترتبط به كابن بأبوه وليس كعبد وسيده. يريد وبشدة أن يسمع صوتك تناجيه وتكلمه كل يوم، فهو يستمتع جدا حينما يراك واقفا أمامه متكلما معه بكل ما يدور في قلبك وفكرك. الله يدعوك بأن تكون معه شركة حقيقية، شركة تجعلك عندما تستيقظ من النوم تقول له صباح الخير يا أبي، وعندما يحدث لك أي شيء تجري عليه وتحتمي فيه. اقبل دعوته لك واسمعه صوتك في الصباح، شاكرا له على كل النعم وشاكرا له بكل مرارة في قلبك. ثم خذ جزء من كتابه المقدس لتسمع أنت ما يقوله لك. ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، أنا فرحان جدا لأني علمت بأنك تريد أن تقيم معي علاقة قوية أبوية. أشكرك لأنك تريد أن تسمع صوتي الضعيف الملآن بالحزن والخطية، لكنه حلو لأذنيك. يا رب ساعدني بأن أبدأ يومي بك، أبدأه بشكرك وتمجيدك، طالبا منك بأن تغفر لي خطاياي وتبارك يومي وحياتي بأكملها. ثم أرى في كتابك المقدس ما تريد أن تقوله لي، فأنطلق إلى يومي فرحا متعزيا وقويا. بشفاعة أم النور العذراء مريم والملاك ميخائيل، لك كل المجد إلى الأبد. آمين.